ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. لعيبة كمال الاجسام بيموتوا في سن صغير بسبب الاسترويد. انت ما تتصورش لاعب كمال الاجسام علشان يكسب اللاعب اللي جنبه على المسرح بيعمل ايه. بياخد منشطات، هرمونات، ادوية مسموح بيها وغير مسموح بيها، استرويدات، لان دي بقت شغلته، مش مجرد لعبة بيلعبها عشان يحافظ على صحته. واي شغلانة ليها ايجابيات وليها سلبيات. أي شغلانة فيها ضريبة بتدفع، أيا كانت بقى، سواء عامل بنا ولا دكتور ولا مهندس. شباب كتير عايز يعمل جسم قوي في خلال مدة قصيرة، وانت ممكن تكون واحد من الشباب دول. فلازم تكون واعي، أي حد يقولك هتوصل لنفس فورمة لاعب كمال الأجسام طبيعي من غير استرويد أو هرمونات، يبقى يا إما مش فاهم أو بينصب عليك. انت ممكن تعمل فورمة فوق الممتازة طبيعي من غير أي منشطات. فما تقارنش نفسك باللعيبة اللي على المسرح. دول دايما هتلاقي عضلاتهم منفوخة وعروقهم ظاهرة. لو تعبوا أو راحوا عند الدكتور مش هيقولوا، هيظهروا قدام الناس بأحسن حالاتهم. زي الناس اللي على الانستجرام، ما هي بتصور أجمل لحظات حياتها، أكيد مش بيصوروا سلبيات حياتهم. من أضرار الاسترويد جنون العظمة، لأن هي بتديله قوة مفرطة في وقت قليل، فهو بينخدع بده. سلوك عدواني عنيف مش مستمر، الجاينو أو التسدي، عدم القدرة على الإنجاب، الاكتئاب، يرقان الكبد، بحة في الصوت، شنب ودقن عند الستات، حب شباب، تساقط شعر الراس، مشكلات في القلب، احتباس السوائل في الجسم. ودي أمثلة من لعيبة كمال أجسام ماتوا في سن صغير. ناصر السنباطي مات وهو عنده 47 سنة. ريتش بيانا مات في عمر ال46 سنة. جورج بيترسون في عمر ال37. لوك وود في عمر ال35. دانيال إلكسندر في سن ال31. دالاس ماكارفر في سن ال26 سنة. لازم نلعب رياضة وناخد بالنا من صحتنا كويس جدا. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.